السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الكرة المغربية في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. المنتخب المغربي للفوتسال يكتسح المنتخب أسبانيا بنتيجة 4-2. أما كنا بنتكلم في الماضي دايما بنتكلم على المنتخب المغربي للفوتسال، وكان ما يقابل أي منتخب سوى أسبانيا سوى البرازيل سوى بالنسبة للمنتخبات الكبرى البرتغال، دايما كنا متخوفين من النتيجة. لكن الآن لتاني مرة على التوالي المنتخب المغربي للفوتسال يتغلب على المنتخب الأسباني. كان في وديتين من قبل في 2024 كان فيها هزيمة للمنتخب المغربي، لكن آخر مباراة المنتخب المغربي يكتسح أسبانيا بنتيجة 4-1، والنهارده أيضا بيكتسح المنتخب الأسباني بنتيجة 4-2، اللي هو بالنسبة للتصنيف الثالث عالميا ومنتخبنا السادس عالميا. ورغم ذلك منتخبنا المغربي لم يتقدم في التصنيف رغم الفوز على البرازيل ورغم الفوز على اسبانيا، وايضا لم يتقدم في التصنيف. بقاله اكتر من شهر هو متواجد في المركز السادس، رغم قدر يتغلب على بعض المنتخبات اللي هي متواجده في التصنيف الاول. النهارده الكابتن هشام دقيق ولاعيبه المنتخب المغربي صراحه، والجمهور المغربي الحبيب اللي متواجد في ارض الملعب، في طبعا داخل القاعه، كان منظر الملعب جميل قوي، منظر الجمهور كان اجمل، منظر الاداء واداء اللعيبه كان افضل صراحه. ان شاء الله عندنا مباراه يوم الثلاثاء يعني القادم، اللي هو المباراه القادمه هتكون يوم الثلاثاء نفس التوقيت مع ايضا المنتخب الاسباني. نتمنى اللي يكون تصنيفنا يعني يتحسن. احنا تغلبنا على بعض المنتخبات اللي هي امامنا في التصنيف، فليه لا ما ندخلش بقى كمركز خامس وكمركز رابع؟ من المفترض نكون اول وثاني وثالث. يعني المنتخب المغربي يستحق ذلك، المنتخب المغربي يستحق ذلك. يعني النهارده لما نقول لك حصيله الفوز المنتخب المغربي في 2025، قدر يتغلب على منتخب طاجستان بنتيجه 7-4، وايضا قدر يتغلب على منتخب الصين في مباراتين بنتيجه 8-0، وايضا المباراه الثانيه 8-0، وايضا يتغلب على منتخب البرتغال اللي هو المركز الثاني بنتيجه 6-3، وتشيلي يتغلب عليه بنتيجه 5-3، وهزيمه وحيده من منتخب الارجنتين. وانتم عارفين ظروفها بقى والحكمه واللي حصل وطرد الكابتن هشام دقيق، وبعد اللي كانت بطوله دوليه وديه، يعني هي تعتبر الاخيره المباراه، يعني تعتبر قبل مباراه اسبانيا. والنهارده بنتغلب على منتخب اسبانيا في المباراه الثانيه على التوالي، زي ما اتغلبنا زي ما قلت لحضراتكم في 2024 بنتيجه 4-2، والنهارده بنتغلب عليهم ايضا بنتيجه 4 من قبل المباراه دي 4-1، والنهارده 4-2. فنتمنى ان شاء الله التصنيف العالمي يكون منتخبنا يعني على الاقل يكون في المركز الخامس عالميا. كل التوفيق للكابتن هشيم دقيق، وكل التوفيق للاعبتنا المميزين من منتخب المغربي للفوتسال. وان شاء الله يعني قلبنا مع المنتخب النهارده الليله الساعه 2 ليلا والساعه 12 بتوقيت المغرب، ان شاء الله يكون رافع كاس البطوله كاس العالم للشباب. شكرا لحضراتكم، ما شاء الله، يكون اشتراك في القناه. دمتم في امان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.